هلا او صباح الخير عيوني. رايحين على بورصة. يلا. مثل هذول التيكتات تاخذوهن من الايدو من جوا، تقصوهن سعرها حسب اليوم يعني نفس اسعار الطيارات يعني شيء مو ثابت، تمام، وتخلوها وياكم لما توصلون، لان بها هذا الباركود يقرا والرقم مال شو اسمه مال الكرسي، تمام. يلا. هسه وصلنا على بورصة بعد ساعتين من اسطنبول. طبعا ما حسينا بالطريق والله سريع، والباخرة كلش باردة كانت، ورحلة موفقة وسعيدة، بس ما غرقنا. تشوف احد يسوي في دوار البحر اسفل مش ماكو للاسف. اشوفكم هسه بورصة شنو دينها، بس حر. يلا نكمل. على هالحر نراد لها ليمون والله شوية، انه انصحكم تجون على بورصة خذوا ليمون اذا جايين بالصيف، لان جهنم درجة الحرارة دفتر، هي 33 بس الرطوبة تذبح يعني ميت هنا. كمل. طبعا اول شيء تسووا من توصلون هنا تشترون هذا الكارت يسموه اكبيل، تمام، حتى تقدر تصعد الباصات والمترو هنا يسموه اكبيل ب5 ليرات تشتريه من اي كشك، يعني انت اول ما توصل هنا تشتري تقول لهم اكبيل ب5 ليرات وتعبيه فلوس حتى تقدر تصعد بالباصات اللي هنا. انا لازم بالعكس على فكرة، يعني هو هيك المفروض هذا، تمام. اسمه اكبيل ب5 ليرات يعني تقريبا $1.50. يلا نكمل. هسه هاي بمحطة المترو، هسه بدنا نروح ما ادري وين نوصل، وراها نركب باص ثاني حتى نروح على جبل اولداغ اللي هو اعلى جبل تقريبا بتركيا، فوق الغيم هم يصير. تابع نكمل. هاي ورا ما تصعدون بالمترو من محطة إيميك تنزلون محطة اسمها عثمان غازي، تمام، عثمان غازي تنزلون بيها راح تلقون هذا المكان، ظلون تمشون ويا السكة لحد ما توصلون هناك اكو محطة مال باصات، تصعدون باص اسمه رقمه S2 يعني، وراها تصعدون على التلفريك حتى يوديكم على التلفريك، قصدي تصعدون بيه على الجبل. يلا غالي يلا نكمل السفرة. هاي هسه وصلنا على مكان التلفريك، تمام، اسم المحطة والمنطقة تلفريك، يعني كلها على اسم التلفريك نفسه حتى ما تضيعون. طبعا كلش طويل الطريق، ساعة يمكن ويتعب، بس المكان يستاهل بصراحة، يستاهل التعب. شوفوه راح اصوركم اياه ان شاء الله من فوق بس اصعد، تمام. يلا خليكم متابعين. طبعا سعر على التلفريك لازم تاخذ مثل هذا التيكت، هذا مال الطلاب، تمام. الطلاب لهم سعر خاص والعاديين لهم يعني المو طلاب لهم سعر غير شيء، تمام. لازم تاخذوه قبل ما تصعدون على الدرج، قبل ما تفوتون المكان اصلا. وسعره ايش قد 38 ليرة، هذا مال العادي منطينا، هو مال طلاب موجود غير مكان جيبي نسيت. المهم يلا انا جاي اهلي، يلا نكمل. لازم تنتظر كل هذا السرعة يلا يجيك، تمام، بس انه المنظر من فوق راح يعوض هذا السرعة والتعب. نكمل. احنا عمليا هسه بالغيم مثل ما تشوفون يطلع غيم من حقي. واكو بعد اكو صعده وراي النوب مثل ما تشوفون، هذه هناك نصعد النوب يعني نصير فوق الغيم حتى ادوس على الغيم برجلي، لان انا ادوس على الغيم. كمل يابا نكمل، اشوف كل مكان هنا وبعدين نصعد فوق. وصلنا بخير وسلامة فوق، هذاني مدى اسمع بها كل شيء، افتح يا سمسم عافية بالسبع، كل شيء مدى اسمع. طبعا اذاني مسدودة وصرنا فوق الغيم، يعني احنا شفتوا الغيم بالمحطة قبلها
هسه احنا فوقها تمام. خلينا نشوف شكو هنا. افتح انت هم. انا الله عليك بعض غيم جوايا. شوف سبحانك ربي طبيعة اويليز. نكمل اشوفكم اياها حتة حتة. يلا هسه خل احكي لكم عن هذا الجبل شوية. طبعا الجبل اسمه جمل شنو؟ الجبل اسمه اول داغ تمام. داغ يعني جبل، اول هو اسم الجبل، فاول داغ يعني جبل اول. اوكي فتصعدون بالتلفريك تقطعون التيكت ب 38 ليرة والطلاب ب 27 ليرة يعني طالب خاطي. المهم وبعد شكو شو تسوون ها تصعدون تلفريك، تصعدون مرحلة ثانية يعني تلفريكين اكو. الاول يصعدكم ويا الغيم، الثاني يعبركم الغيم مثل ما انا هسه اشوف الغيم جوايا يعني اني فوق الغيم. فالمهم انه هنا الجو يختلف كلش. الجو كانت حارة، هسه هنا والله برد يعني. وتعرفون بطبيعة الحال انه كل ما تصعد اعلى كل ما يصير الجو ابرد والغيم وكذا. واكو مطعم هناك فوق بس ما راح اروح له، ما عندي وقت، لازم ارجع لاسطنبول يعني. فاكو مطعم ينطيك منقل وتروح تشتري اللحم وانت تقعد تشوي، يعني تقريبا سيلف سيرفيس، يعني انت تشوي لنفسك. فالاجواء كلش حلوه انه تشوي على الجبل وجواك الغيم والمنظر الفلاقي هذا، المنظر اللي ابكي عليه وكذا. فخل اشوفكم هل اقدر اشوفكم اياه لان ما ظل عندي وقت بصراحه، لازم اروح على اسطنبول. يلا هسه راجعين من مجينا. اول شيء يعني طبعا الخطوات ما رجع تختلف عن الجاي، بس انه التلفريك ترجع بيه مثل ما جيت ووراها تاخذ باص. هسه اشوفكم اياه اعود واشرح لكم الخطه بالاخير لين يعني ما تبقى بعقلي، يعني ما حافظها لازم ارتبها. يلا احكي لكم اياها فتابع. رجعت لكم وهاي راجعين على اسطنبول. هسه طبعا متت من التعب، صرت يخني من التعب مثل ما تشوفون الايد مال البورصه هنا. خل اقعد واشرح لكم شلون جينا وشلون رحنا. شوفوا اول شيء من اسطنبول تمام تنزلون باسطنبول تروحون على الايدو مال اسطنبول، من ايدو اسطنبول تدلون على بورصه. الايدو مال اسطنبول صاير منطقه اسمها ينيكا. توصلون على بورصه تطلعون من الايدو يعني الميناء تمام. فتنزلون على بورصه بالميناء تصعدون باص اف 2 راح يوديكم على منطقه اسمها ايمك. من ايمك تصعدون مترو، من المترو تنزلون محطه اسمها غازي عثمان. وراها تصعدون باص اس 2 حتى يوديكم على الجبل. وبالعكس تريد ترجع اكو 3 اف، اكو 2 اف و3 اي، واكو تقدرون تصعدون هاي الباصات الصغيره حتى ترجعكم على المترو وترجعون مثل ما جيتوا على الايدو اللي هو الميناء اللي يوديكم على اسطنبول حتى يعني لا تنقطعون. ما حاجه اي تاكسي ولا شيء، كلها مواصلات ولا حاجه مترجم هميني ولا دليل، لان كلها سهله وكلهم يحجون عربي هنا. يعني الاماكن كلها سياحيه فيحجون عربي، وهم اصلا عرب يعني يحجون عربي يعني مو عربي مكسر تمام. الحجز جيت لكم على اسعاره نسيتها لان دايخ والله راسي حيل يوجعني. فيلا كمل من العبارة. يلا من داخله بس ما اقدر اصور هذا ما يخليني. يلا هسه روحوا. هلا مرة ثانية من اسطنبول. وصلنا اسطنبول بعد ساعتين بالباخرة الا انشقت حلول يعني شنو بنص الطريق واقل التبريد يا غالي قاموا نمشون بيه وماكو تبريد والباخرة مثل ما تعرفون مغلقة. ما احكي لكم الحرارة تقرا دفتر. المهم وصلنا الحمد لله على سلامتنا. وهسه رايحين على البيت. تعبنا. اما اصور لكم الطريق، احاول اصور لكم كم شغله من الطريق شيء على السريع مثل ما تعودنا. وراها نروح على البيت ننام لما نايم بعدني. يلا اخيرا وصلنا البيت وهاي نهاية الفيديو. لا تنسون تسوون اشتراك هالمرة، سووا يعني مو بس تتفرجون اوكي، وشوفوا ثاني الفيديوهات انصحكم. وباي باي.